النهاردة هنعمل سابليه الفانيليا بمقادير بسيطة وتزيين بسيط جدا. معايا 350 جرام دقيق، 80 جرام من السكر البودرة، 120 جرام من الزبدة، 50 ملي من الزيت، ومعايا معلقة كبيرة من الزبادي. في كمان معايا فانيليا، ومعايا حوالي ربع معلقة من البيكنج باودر. هنبدأ بقى على طول نشتغل. الفانيليا طبعا تستخدموها فانيليا بودرة او فانيليا سايلة، مش هتفرق. هنزل بالزبدة، الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. عندي الزبدة وهحط عليها الزيت، وبعدين هلينها شوية كده بالمضرب. بعد كده هنزل عليها بالسكر وهضربهم مع بعض لحد ما لون الزبدة يبيض وتبقى كريمية قوي معايا زي ما انتوا شايفين اختلاف فرق اللون. بعد كده بنزل عليها بالزبادي. اللي حابب يستبدل معلقة الزبادي ببيضة تمام، انا عن نفسي بفضل الزبادي. حطيت كمان البيكنج باودر وهنزل بدقيق شوية شوية. طبعا احنا متفقين في كل فيديوهاتنا ان النواعم ما بتتعجنش، يدوب بقلب بس بالسباتولا او بطراطيف الصوابع كده باطراف الصوابع لحد ما بتديني عجينة طرية سهلة التشكيل. مهم قوي ان انا اغطيها علشان ما تنشفش. طريقة التشكيل زي ما انتوا شايفينها كده، انا دهنة الصينية بتاعتي دهان خفيف خالص بالزيت، وهشكل وارص عليها. طبعا التشكيل متروك لكم، بس انا شفت ان الشكل ده لطيف وجديد. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180 من تحت بس، وفي الرف الاوسط. شايفين من تحت السوا حلو ازاي، ومن فوق يدوب واخده تاتش بسيط قوي من السوا، ما بخليش لونها يبقى غامق من فوق. طبعا بسيبها لما تبرد، بيبقى فيه قرشة حلوة كده. بسيبها تبرد وبعد كده بجهز للتزيين. بيبقى عندي اي نوع مربى، انا كان متوفر عندي مربى برتقان، ممكن تستخدموا مربى مشمش، وعندي جوز هند انا محمصاه، وعندي كمان شوكولاتة بيضة انا مسيحاها على حمام مية مع معلقة زيت. فطبعا التزيين قدامكم كده باين شكله اهو، واضح قدامكم في الفيديو. وكده نكون عملنا اول نوع من نواعم العيد. كل سنة وانتم طيبين.